أقضي في السعودية أوقاتا ممتعة وأحظى بمحبة كبيرة من قبل الجميع في نادي الهلال، سواء لاعبين أو إداريين وجماهير. ما لفت انتباهي هو تعلق السعوديين بكرة القدم ومحبتهم لها. عندما أكون في الأسواق والمطاعم أقابل أشخاص كثر يرغبون بالتصوير معي، ولكن بعد أن قضيت عام ونصف لم أواجه ما ذكر أو المجتمع بشكل عام، ونقلت إلي بعض المعلومات المغلوطة فيما يخص بعض العادات والتقاليد لدى المجتمع، خصوصا فيما يتعلق بارتداء الملابس القصيرة. وبحسب المعلومات توقعت بأن الشرطة ستقبض علي وأدخل السجن إذا تجولت وأنا أرتدي البرمودا في الأماكن العامة. أعشق الكبسة السعودية والشاورما وكذلك التمر الذي لا يبقى طويلا في منزلي بسبب أكل مربية طفلتي له بشكل مستمر. لدي أشياء كثيرة اقتنيتها وأرسلتها بالفعل إلى البرازيل، منها قميصين، الأول يحمل شعار السعودية والثاني شعار الهلال، وعليهما تواقيع جميع اللاعبين، حيث أنوي وضعها في لوحة خاصة داخل منزلي في البرازيل، وكذلك الزي السعودي الكامل. كان لدي الرغبة في أن أرتدي الثوب السعودي والشماغ وأجربهما في تنقلاتي، كما أنني وعدت عبد اللطيف الغنام الذي أهداني الزي بأن أحضرني النادي وأنا مرتديا. في أحد الأيام كنت في طريقي إلى مقر النادي، وفوجئت ب3 سيارات تسير، الأولى أمامي والثانية خلفي والأخيرة على يميني. لم أتمكن من تجاوزهم لأن الرصيف كان في الجهة اليسرى. شاهدوا يشيرون لي بإشارات غير مفهومة. انتابني بعض القلق بعد أن أجبروني على التوقف في منتصف الطريق، إلا أنني تفاجأت بأنهم مشجعين هلاليين ويرغبون بالتقاط الصور التذكارية معي فقط. عندها أيقنت أن جماهير الهلال مجانين بحب ناديهم، وأسعدني الموقف كثيرا ولن أنساه أبدا. فترة جيرتس كانت منظمة وفيها انضباطية كبيرة. بعد خسارة دوري المحترفين الآسيوي حدث هبوط في كل شيء داخل النادي. الآن بعد إشراف كالديرون بدأ الوضع بالتحسن. أعتقد أن اختيار كالديرون كان قرارا موفقا في هذا الوقت، لأنه يجيد التعامل مع اللاعبين العرب ويحتويهم، لا سيما وأن اللاعبين تعرضوا لصدمة كبيرة بعد الخروج الآسيوي. أثناء البطولة الآسيوية طلبت من إدارة الهلال أن أغادر في ديسمبر إلى البرازيل. أنا حريص أن لا أتسبب في مشكلة عند مغادرتي، فالإدارة الهلالية تعاملت بشكل جيد وحققت كل مطالبي. أرغب بالعودة إلى الدوري البرازيلي حتى يتسنى لي أن أمثل منتخب بلادي. ارتداء قميص المنتخب في كوبا أمريكا وكأس العالم المقبلة حلم لن يتحقق إلا بمغادرة الهلال واللعب في أحد الأندية البرازيلية. مدرب المنتخب البرازيلي بعث رسالة عن طريق وكيل أعمالي مفادها أنني لن أمثل المنتخب البرازيلي وأنا ألعب في الدوري السعودي، وعلي العودة إلى بلادي حتى يتمكن من الحكم على مستواي، لأن الدوري السعودي ضعيف ولا يمكن من خلاله الحكم على اللاعب الذي يستحق ارتداء قميص المنتخب البرازيلي. تحدثت مع رئيس نادي الهلال وما زال الأمر غير واضح. أنا حزمت حقائبي وأرسلتها للبرازيل، وسأسافر يوم الخميس المقبل في إجازة قصيرة، ربما لن أعود مجددا. أود أن أؤكد للجماهير أنني لن أترك الهلال في حال إصرار إدارة النادي على بقائي. دائما زوجتي تتسبب لي بمواقف محرجة من خلال كتاباتها في الإنترنت. طلبت منها بأن لا تكرر ما فعلته مرة أخرى، لأنه أثار العديد من التساؤلات وتلقيت اتصالات كثيرة. الأمر لا يزال غير واضح. الأمير عبد الرحمن بن سعد وافق على المفاوضات وتلقي العروض شريطة أن تكون من صالح النادي. أفضل مركز خلف المهاجمين، ولا أحب أن ألعب على الأطراف أو أن أؤدي أدوارا دفاعية. أتقبل أوامر المدربين وألعب في المركز الذي يريدونه، ولكن لن أظهر بصورة مميزة. ولادة طفلتي من الأحداث السعيدة في حياتي، أضفت طابعا مختلفا على أجواء العائلة وجعلتني أهتم كثيرا لتأمين مستقبلي.
فوجئت كثيرا بالتقاليد والعادات السعودية، ولكني بدأت أتأقلم معها. ويلفت نظري العباءة التي ترتديها الفتاة السعودية، أعتقد أنها ملائمة لها، ولكني لم أعتد عليها. أقضي وقتي مع نيفيز الذي يغمرني بالمحبة والحنان، لا سيما وأنه تغير كثيرا للأفضل في الأعوام الثلاثة الأخيرة. بالنسبة لما كتبته في الإنترنت لم أتوقع أن يحظى بهذا الانتشار والاهتمام، ولكن بعدها تعهدت لزوجي بألا أكتب في ذلك مجددا.